الويندوز سيستم من اشهر الانظمه الموجوده في العالم، وعدد المستخدمين ليه كبير جدا لانه سهل ومتعارف عليه جدا. وبالرغم من اني من مستخدمين الابل ماك او اس، الا اني بستخدم الار او جي الاي في حاجات كتير مش بقدر انجزها على الماك. بس دايما الويندوز سيستم بيحصل فيه بطء ومش بتاخد الاداء المطلوب بشكل كامل. ففي الفيديو ده هستعرض 5 حاجات لو عملتها هتاخد افضل اداء من جهازك، سواء كان في الشغل او في الجيمنج. اهلا بيكم. انا اخترت النهارده ان انا استعرض على الار او جي الاي لان هو ويندوز بيست سيستم، ومع اخر اصدار من ويندوز 11 اصبح النظام اسرع بشكل ملحوظ عن اللي كان موجود قبل كده في ويندوز 10 مثلا. ولكن بالرغم من كده ويندوز 11 فيه بعض المشاكل وفيه بعض البطء احيانا، وده بيترتب عليه ما بتعملش التاسكات بتاعتك كلها بشكل مناسب او حتى الجيمنج بشكل مناسب. وحتى كمان مع الوقت انت ممكن تلاقي الجهاز بتاعك بدا البرفورمانس بتاعه يقل. بس لو خدت بالك من الحاجات اللي انا هقول عليها النهارده هتقلل لك المشاكل بشكل كبير جدا. واول حاجه لازم تعملها هي انك تعمل ابديت، وده لازم تشيك عليه كل مره تفتح الويندوز بانك بتروح على السيتنجز وبعد كده بتروح على ويندوز ابديت. ولازم كل مره تعمل تشيك فور ابديت عشان هو يقدر يشيك لو في اي تحديثات جديده نزلت في السيستمز. وعاده كل مره هتعمل تشيك هتلاقي في تحديثات جديده موجوده من مايكروسوفت، زي مثلا الابديت ده هو ابديت المايكروسوفت ديفندر انتي فيروس، وده نظام بيلت ان موجود في الويندوز بيقدر ان هو يحميك بشكل مبدئي، مش هقول بروفيشنال زي بعض الانتي فيروسز الموجوده في الماركت، ولكن هيديك الاداء اللي انت محتاجه لو انت بتعمل براوزنج، او ان هو يحميك من بعض الديفايسز اللي ممكن تكون كونكتد على نفس الجهاز. وتاني حاجه هي انك تعمل ديسيبل للستارت اب ابس، وزي ما احنا عارفين في التاسك مانجر بيوريك كل الابلكيشنز والسيرفيسز الموجوده على الجهاز بتاعك وقد ايه البروسيس ده واخد من الميموري والسي بي يو والديسك. وفي برامج تانية اوقات زوم بتيجي على سيستمز كتير تانية انت تقدر تعمل لها ديسيبل اول ما الجهاز يفتح، وبعد كده تعمل لها تشغيل على حسب التاسك او على حسب الجيم اللي انت بتشغلها على السيستم. فالافضل انك تعمل ديسيبل لكل البرامج اللي انت مش بتحتاجها، وده هتقدر تعمله بان انت تعمل هولد هنا في التاسك بار، وهيطلع لك هنا التاسك بار سيتنجز وبعد كده التاسك مانجر. هتختار التاسك مانجر وبعد كده هيوريك هنا كل البرامج اللي موجوده والبروسيسز. بس اللي يهمنا في النقطه دي ان احنا نروح للنقطه الموجوده هنا اللي هي ستارت اب ابس، وهنا هتلاقي كل الابلكيشنز الموجوده وقت ما انت تفتح الويندوز لاول مره، واللي طبعا كل ما قلت كل ما كان افضل. فمثلا انا عندي هنا الاي اي لانشر. الاي اي لانشر عندي عشان انا بستخدم اي اي جيمز، فانا بستخدمه هنا عشان ان انا اقدر لانش الجيم على طول بدون ما انا ارجع افتح البرنامج. ولكن دلوقتي اي جيم موجود عليها الاي اي سبورت هتقدر ان انت تفتحها بتشغل لك السيستم نفسه عادي. وكمان هنا الايبك جيم لانشر. الايبك جيم لانشر كمان هنا موجود عليه الستارت اب امباكت بتاعه كمان موجود هنا هاي، فانت بالتالي هتلاقيه مستهلك كتير من الرامات. هتعمل هولد عليه او رايت كليك وبعد كده تعمل ديسيبل، وبعد كده هيظهر لك هنا الستاتس بتاعه ان هو ديسيبل. بعد كده لما تعمل ريستارت او تشغل الجهاز بتاعك تاني مش هيفتح بشكل اوتوماتيك، وبالتالي الويندوز هيلود بشكل اسرع. كذلك تقدر تعمل نفس الطريقه على كل البرامج الموجوده عندك على السيستم. قبل ما نكمل باقي النقط عايز اعلن عن جيف اواي لامازون جيفت كارد بقيمه $100 لواحد من المشتركين في القناه. انا تقريبا عندي 500 سبسكرايب حاليا، ففرصتك انك تكسب افضل بكتير مقارنه مع قنوات تانية كتير موجوده. كل اللي محتاج تعمله انك تعمل سبسكرايب للتشانل وتكتب لي في الكومنتس ايه اكتر طريقه جربتها وفرقت معاك في اداء الجهاز بتاعك، وكل تفاصيل المسابقه دي هسيبها لكم في الديسكربشن. خلينا نرجع للطريقه اللي بعد كده، والطريقه دي هتدي لك فرق ملحوظ جدا في سرعه الويندوز سيستم، وهي انك تعمل تيرن اوف او تقفل الترانسبيرنسي مود. والترانسبيرنسي مود عباره عن افكت بيدي لك بعض الانيميشنز وانت بتفتح البرامج وبعض الفيجوال افكتس، والحاجات البسيطه دي بتستهلك من اداء الويندوز نفسه والسيستم بتاعك. وعشان تقفلها بتروح على الستارت وبعد كده بتروح للسيتنجز، ومنها بتروح للبرسوناليزيشن، وبعد كده بتروح للكالرز. من كولرز هنا هتلاقي ترانسبيرنسي افكت وبس تعمل لها اوف، وبعد كده هتلاحظ ان مفيش اي انيميشن بتتعمل على الويندوز نفسه، والترانسبيرنسي والشادو الموجود في الويندوز هيقل بشكل كبير، وكمان السرعه بتاعته هتزيد. ورابع طريقه هي انك تعمل ديسك كلين اب، وهنا مش بقصد انك تستخدم برامج خارجيه لان شخصيا مش بفضلهم كلهم، بس تقدر انك تعمل كلين اب عن طريق السيستم نفسه. بتروح على السيستم نفسه وبعد كده بتروح على الاستورج، وهتلاقي كل تفاصيل الاستورج عندك هنا والانستولد ابس وكل التفاصيل بتاعتها. اما هنا هتلاقي الاستورج سنس اللي احنا اتكلمنا عنها، ودي لو كانت اوف عندك اعمل لها اون على طول. هتعمل ديليت لكل الفايلز الغير مستخدمه والجانك والتمبرري فايلز وحتى كمان التراش، وكمان هيشيك على كل الملفات الموجوده في الداونلودز اللي بقالها فتره كبيره مش مستخدمه. وتقدر كمان انك تتحكم فيها عن طريق الادفانس سيتنجز دي، كمثال لما المده دي تخلص يقدر يعمل ديليت كامل لكل الفايلز الموجوده اللي انت حددتها له.
وفي حاجة أخيرة لازم تاخد بالك منها، وهي إنك طول ما أنت مشغل الجهاز بتاعك وبتعمل عليه شغل أو جيمنج أو أي حاجة، ده كله بيتراكم بشكل كبير في الرام، بالذات كمان لما تعمل سليب للجهاز بتاعك بعد شغل كتير أو حتى جيمنج. فالحل هو إنك تعمل شات داون كامل للجهاز بتاعك بعد ما تنتهي من استخدامه. ده هيساعد إنه يعمل كلير للرامز بتاعتك ويحسن أداء الجهاز بشكل ملحوظ. وفي النهاية عايز أقول إنه في تطور كبير جدا في عالم البروسيسورز، من أول شركة أبل اللي أعلنت عن ماك بوك برو الجديد في مؤتمرها الأخير، واللي أعلنت فيه عن الام 3 ماكس واللي يعتبر اقوى بروسيسور في اي لابتوب موجود حاليا، لحد كمان السناب دراجون اكس اليت اللي اعلنت عنه شركه كوالكوم، واللي بتنافس فيه بشكل واضح اي بي سي موجود في الماركت. فالتكنولوجي دي بتتطور بشكل كبير، وده بفضل تكنولوجيا النانو تكنولوجي طبعا. بس كده، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع حد ممكن يستفيد بالفيديو ده. شكرا جدا على المتابعه، واشوفكم في فيديو جديد. Thank you all for joining us. Have a great night.